مساء الخير على السادة المشاهدين اللي بيشاهدوني على اليوتيوب. أسعد الله مساءكم. اليوم وكل يوم بصلي في مسجد الهايبر دائما يعني، وفعلا مكان كويس أوي. فاليوم أنا بذكر الناس خلاص باقي 10 أيام على العيد الصغير، وأنا دلوقتي بقول لكل الأمة كل سنة وانتم طيبين. خلاص الموسم السنوي خلص، ربح من ربح وخسر من خسر. ده كزيون بيجي كل سنة مرة في العام. وأحب قبل ما أقول أي حاجة أشكر إدارة هايبر، إسراف الهايبر، والقائمين على إدارة المسجد، الشيخ إبراهيم سامع التراويح، والحاج فتحي ومحمد الحاج فتحي، على مجهودهم من توزيع مياه على المصلين. ودائما بصراحة بيقوموا مع رواد المسجد على أكمل وجه، وإحنا حابين نيجي هنا باستمرار في مسجد الغيبر عشان نلاقي راحة تامة. شايفين أهو، إحنا بنصلي في الساحة، دائما بصلي في الساحة عشان خاطر بحسها في الحرم بجد يعني. بحيي كل أصدقائي وأصحابي، وبحيي كل الناس اللي هم اخواتي وعائلتي، عائلة العجمي وعائلة رضوان وعائلة زرد واولادي واحفادي، وكل سنه وانتم طيبين، وكل اصدقائي. فمتعه ما بعدها متعه في مسجد الهايبر 1 بمدينه 6 اكتوبر بالشيخ زايد، في هايبر نفسه. المسجد ده دائما بصلي جمعه تراويح كل عام في هذا المكان. شيء وراجل جميل اهوت اللي بيجيب لي قهوه خضراء اهوت، الراجل المحترم دوت. اسم الكريم ايه؟ طب معايا الدكتور محمد فتاح. بصراحه كل يوم لا عايز قهوه خضراء. عايز قهوه، في قهوه خضراء؟ في قهوه خضراء حالا اجيب لك حالا. في الدكتور بيجي هنا بيبيع ترامس شاي، ترامس قهوه خضراء. بصراحه بيوزع على الناس هنا. مكان فيه روحانيه جميله قوي، وناس اللي بيوزع ميه. الراجل الدكتور هو جايب لي شاي، بس انا شايف في البيت، فقلت له عايز اشرب قهوه خضراء. فدي حاجه من الحاجات اللي هي الجميله اللي في المكان دوت بصراحه. وبحيي كل الناس اللي هم بيشوفوني على اليوتيوب. اقول لكم الى اللقاء في حلقه ثانيه مع عاشر اسماعيل بدون زعل. الى اللقاء.